صباح الخير. طبعا انا كنت قايله لكم ان انا كل يوم باخد كود كده من كتاب وبقراها وبشرحها لكم، بتكلم معاكم فيها. فانا كنت بادئه ما تيجي نرغي شويه بحاجه انا اللي بتكلم فيها وانا اللي عايزاها، بس لما لقيت الكتاب ده اتبسطت قوي. انا مش بادئه بيه من اول السنه بصراحه، انا بادئه يمكن من شهر مارس او فبراير، مش فاكره والله انا بدات امتى، بس هو تقريبا من شهر مارس. ف انا كنت قايله لكم ان انا فوتت اسبوع، فانا هقرا حاجتين، يعني هعمل فيديوهين اللي هو 9 مارس والنهارده 17 مارس. 9 مارس بقى بيقول لك ايه: لجميع افعالنا عواقب، فما نغرسه نحصده في النهايه، عشان كده من الافضل اننا نقدم الخير طول الوقت. يودا بيرج ده اللي قايل الكلمه دي. بعد كده الكتاب بيشرح لك تحتيها الجملة، بيقولك ايه: من المهم جدا اننا نراعي افعالنا وكيفية تعاملنا مع الناس اللي حوالينا، عشان محدش هيقدر يبقى طول الوقت هيبقى حذر وانت بتتعامل مع الاخرين، بس انت ممكن تعامل او تتعود ان انت تعامل اللي حواليك بطيبة واحترام، وده يبقى نابع من جواك. ولما هتتعامل مع الناس بدافع الغيرة او هتتعامل معاهم بطريقة سلبية وبأفكار سلبية، فلازم تكون مستعد للأفعال او لعواقب الأفعال اللي انت هتاخدها. بيجي بقى في الاخر يقولك الهدف ايه؟ الهدف ان انت تحاول ان انت ترسم الابتسامة على وجوه 15 شخص على الاقل في اليوم. ومن الممتع جدا ان انت تتنافس انت وحد من صحابك عشان تشوفوا مين فيكم هيقدر ان هو يرسم الابتسامة على وش ال 15 واحد دول خلال اليوم. وبيقولك ما انتش عارف، ممكن ال 15 واحد دول يردوا لك الحاجة اللي انت عملتها او الابتسامة اللي انت خليتهم يضحكوها دي فعلا لما انت تبقى محتاج ليها جدا. وده فعلا انا بطبقه في حياتي، وهي دي الرسالة بتاعت يوم 9 مارس. هعمل لكم الفيديو اللي بعده بقى الرسالة بتاعت يوم 17 مارس اللي هي النهارده.